الكالسيوم مهم جدا لصحه مفاصلنا، الكالسيوم بنستخدمه في علاج الهشاشه، بس اللي انت ما تعرفوش وممكن يدمر لنا كل الانسجه بتاعت جسمنا ان احنا ناخد كالسيوم بجرعات عاليه جدا، ممكن يدمر الكلى، ممكن يدمر القلب. ايه علاقه الكالسيوم بالقلب؟ تعال اقول لك ايه علاقه الكالسيوم بالقلب. كتر اخذ فيتامينز زي الكالسيوم لفترات طويله بيحصل ترسيب على غلاف الشرايين من جوه، وبيحصل نوع من انواع التجلطات من كتر ترسيب الكالسيوم جوه شرايين القلب. تاني حاجة مهمة جدا اللي احنا ما نعرفهاش، كتر اخذ الكالسيوم لجرعات طويلة بدون وصف الطبيب ممكن يحصل لي قطع في اوتار الكتف نتيجة ترسيب كالسيوم جوه اوتار الكتف. وده احنا كجراحين كتف بنشوفها، ان بيجي لنا ناس مرضى عندهم الام مزمنة في الكتف، وبالكشف والاشعه العاديه واشعه الرنين بيحصل ترسيب كالسيوم جوه اوتار الكتف. من ايه؟ ان احنا بناخد كالسيوم بجرعات كبيره جدا بدون وصف الطبيب. فلو سمحت لو بتاخد كالسيوم ما تاخدوش من دماغك، اشرب ميه كتير، ارجع لدكتورك يحدد لك الجرعات والوقت المفروض تاخده قد ايه.